تامر خراط مؤسس شركة كيبو. مساء الخير عليكم، حلقة جديدة من شرح تانك. هنتكلم عن الحلقة الثامنة من الموسم الثالث شارك تانك، وتحديدا كيبو، شركة متخصصة في مساعدات التعليم للأطفال. شركة شغالة بقالها 4 سنين، قدرت خلال الفترة دي تخدم حوالي 3000 طفل في 25 مدرسة مختلفة، وكمان قدرت تحقق مبيعات بقيمة 22 مليون جنيه في آخر سنتين بس. تامر كان جاي وطالب 4 مليون جنيه مقابل 10% من الشركة، يعني مقيم شركته بحوالي 40 مليون جنيه. أول حاجة بدأ بيها العرض تامر بصراحة كانت حاجة مميزة جدا، جايب أمثلة وبدأ كرسي كده ظهره متنية ويقول لهم الطفل اللي عنده مشكلة معينة لما تيجي تطلب منه يقعد في الفصل أكنك أنت بالظبط قاعد على الكرسي ده، والطفل اللي عنده مشاكل تانية ليها علاقة بالأعصاب جايب لهم شوكة كده فيها جوينتس فما تقدرش تاكل بيها، فأكنك ماسك الشوكة أو المعلقة دي بتاكل. الطريقة دي والأمثلة اللي عملها خلت اللي قاعد بيسمع الكلام دخل جوه المشكله وبدا يتعاطف معاها قبل ما يبدا يقول ايه الحلول اللي عنده. بصراحه كانت طريقه عبقريه. تاني حاجه هو قال انه اخر سنه عمل مبيعات 12 مليون جنيه، الجروس بروفيت بتاعه 45%. دي كانت بالنسبه لي نقطه كده جراي وما وضحهاش لغايه اخر البيتشنج. يعني هو ليه جروس 45 بس؟ يعني ال 55 دول في ايه؟ وهو في الاساس بيقدم سيرفيس مش برودكت معين، فالرقم كبير شويه على موضوع الخدمات، وبيعمل تقريبا نت بروفيت حوالي 25%. النقطة التانية اللي برضو كانت بالنسبة لي جري موضوع المنصة. يعني هو جاب كده سيرة في النص المنصة وعندنا عليها 115 شخص متخصص. يعني بتعمل ايه المنصة؟ لان هو قال ان انا بروح للمدارس وبروح للأندية وببيع للكلاينتس، فالمنصة بتعمل ايه في القصة دي؟ ما كانتش كلير قوي، بس تقريبا في نهاية البيتشنج يعني وضحت شوية ان ممكن الشخص يدخل عليها كاند يوزر ويبدا من خلالها يطلب ان هو عايز حد متخصص يعني، ولكن اغلب بيعاته بتبقى بي تو بي تو سي، يعني هو بيبيع للمدرسه او بيبيع للاطفال اللي في المدرسه من خلال اداره المدرسه. فيعني الموضوع المنصه ده كده ادون. يعني تكلفة الخدمة اللي هو بيقدمها أو سعرها من حوالي 12,000 ل 24,000 شهريا للفرد الواحد، وده رقم كبير، ولكن الصراحة قصاده واضح ان هو عنده اوبريشن قوية، والناس اللي عنده مقسمهم ليفلز ومين عندهم قدرات يتعاملوا مع انهي انواع من الصعوبات التعلم، فواضح ان هو عامل شغلانة كويسة ورا القصة دي. ولكن مع التكلفة دي وحجم المبيعات اللي هو بيعمله 12 مليون في اخر سنة وجاي طالب 4 مليون، ده تقريبا قد البروفيت اللي هو المفروض هيطلعه. هو بيطلع 25 نت، يعني حوالي 3 مليون من ال 12، وجاي طالب 4 مليون. فايمن عباس قال له يعني انت هتعمل ايه بفلوسه؟ بصراحه ده كان سؤال منطقي جدا. من الفوائد اللي هو طلع بيها قبل حتى ما ينهي النقاش بتاعه مع الشاركس ان محمد فاروق قرر انه يتعاقد معاه مع كل المدارس اللي عنده جزء له علاقه بمدارس يعني تعتبر خيريه شويه، او هو بيأهل فيها ناس فنيين عنده، فقال له انا هتعاقد معاك يعني عليه الناس كلها ومش هدفع الناس حاجة، أنا هتحمل هذه التكلفة. فده كان عقد كويس، وكمان المدارس التانية هيدخلوا فيهم بتسهيلات، فأوفر كان حلو أو يعني يعتبر ديل حلو قبل ما كان يقفل النقاش مع بقية الشوركس. السويدي بقى دايما بطبعه بيبقى شايف ان الشخص محتاج فلوس اكتر من اللي هو طالبها، فقال له لا انا هديك 10 مليون بدل 4، ولكن مقابل 35% من الشركة، يعني تقريبا تقييم حوالي 28 مليون جنيه. دخلت بعديه دينا غبور، وده الغريب، قالت لا انا هديك 4 مليون انت عايزهم ولكن مقابل 25% من الشركه، يعني قيمت له الشركه ب 16 مليون. الاوفر اقل بكتير من الاوفر بتاع السويدي، انا ما اعرفش هي قالته ليه بصراحه. دخل بعد كده ايمن عباس قال له لا انا هديك الاوفر اللي انت عايزه 4 مليون مقابل 10%، بس هديك 2 مليون جنيه السنه دي و2 مليون جنيه السنه الجايه. فده كده اداله التقييم اللي هو عايزه، ولكن هيأثر عليه شويه في الكاش فلو. لو هو حاسب ارقامه كويس ممكن ما يكونش ده اوفر كويس، لو هو عامل حسابه ان يبقى معاه كاش فلو بوزيتيف شويه يبقى ده هيبقى اوفر كويس، لانه تقريبا مديله نفس الفالويشن اللي هو كان طالبه. المفاجأة بقى الكبيرة اللي كانت موجودة ياسين منصور، وأول مرة تحصل إن يجي شارك يقيم الشركة بأعلى من القيمة اللي كانت مطلوبة. قال له أنا هديك 30 مليون جنيه مقابل 50% من الشركة، يعني قيمها له ب 60 مليون جنيه، وهو أساسا كان مقيم شركته ب 40 مليون جنيه. طبعا هو هياخد منه نص الشركة، ولكن ده الستيج اللي هي فيها، وهو باعها له أكنه نطته مرحلة من المراحل، هو قيمها له على طول ب 60 مليون جنيه. خرج يفكر وبعدين رجع
قال كلمة أنا شايفها من أكبر الغلطات اللي حصلت. قال له أنا بصراحة عايزين ننزل 50 دي ل 49 لأن ده مشروع حياتي كلها. طبعا الارتباط العاطفي الشديد بينك وبين المشروع بتاعك مش نقطة بوزيتيف أبدا في اي حد عايز يعمل بيزنس ويبقى انتربرينور او يبقى بيزنس مان بعد كده. بلس ان في كذبه كبيره كده الناس مصدقاها، فكره ال 51%. الناس فاكره ال 51% ده مع كل الكنترول في الدنيا. في الحقيقه الموضوع مش كده، ولو حابين نعمل حلقه او فيديو صغير على الموضوع ده بالذات اكتبوا لي في الكومنتات اقول لكم التفصيلات امتى يبقى ليك فول كنترول على الشركه فعلا. وده كان ملخص الفقره بتاعت كابو في الحلقه الثامنه من الموسم الثالث شارك تانك. لو عندكم اي استفسارات او اسئله اكتبوا لنا في الكومنتات، ولو عايزيننا نتكلم في اي مواضيع تانية خاصه بالبيزنس ابعتوا لنا على طول. ما تنسوش تعملوا لايك وشير، ولو انتم على اليوتيوب تعملوا سبسكرايب للقناه.